يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض اكله سهله وسريعه، غدا او عشاء. هي سلطه، بس انا بالنسبه لي هي وجبه رئيسيه. سلطه التونه. سلطه التونه سهله جدا وسريعه وخفيفه في الحر اللي احنا فيه، مش هتقفي كتير في المطبخ. مش هتتعبي، وكمان مش هتاخد منك وقت في تجهيز الحاجات بتاعتها. كلها حاجات بتكون موجوده عندك في المطبخ وكمان جاهزه. هنا عندي مايونيز، طبعا تقدري تستبدليه بمايونيز لايت، ومعلقه مستردة كبيره، معلقتين مايونيز ومعلقه مستردة كبيره. وعصير ليمونه كبير، وكمان معلقه من زيت الزيتون. المستردة حلوه قوي، بتليق جدا مع التونه، يعني من اكتر الصوصات اللي بتليق مع التونه. معلقه زيت زيتون ورشه من الملح، ما نكترش الملح عشان التونه طبعا طبيعي فيها الملح بتاعها، وطبيعي بتكون حادقه. وكمان رشه من الفلفل الاسود، وفص ثوم مفروم ناعم. فص الثوم ده جميل جدا، بيديها طعم حلو قوي. وهقلب بقى مع بعض الصوص ده كويس قوي، وهسيبه على جنب ونبدأ نشتغل في السلطة. سلطة التونة ممكن تتحط فيها مكرونة، انا المرة دي هعملها مع المكرونة دي، مكرونة مسلوقة عادي خالص بمية وملح، بس اهم حاجة انها تكون باردة واحنا بنستخدمها في السلطة. هنزل عليها بالكابوتشا، والمكرونة كمان تكون مكرونة صغيرة، يعني على قد ما تقدري المتوفر عندك نحط مكرونة تكون مقاسها صغير. وكمان عندي فلفل الوان، بكل حاجة تكون متقطعة صغير معايا. ممكن فلفل اخضر، بس انا بحطش، انا بحب احط الالوان، بيبقى مع بعض بيديها قيمة غذائية اعلى. وبصلة صغيرة، وكمان زيتون اخضر ممكن نستبدله بزيتون اسود، ومعلقة من الشبت ممكن نحط مكانها بقدونس، بس انا بحس ان الشبت بيليق حلو قوي مع الاسماك عامة. والتونة بقى بتاعتي انا مصفياها كويس جدا من الزيت، انا بحطها في مصفى تنزل الزيت بتاعها، وبعدين ببدأ استخدمها في السلطة. ممكن كمان نعمل سلطة التونة من غير مكرونة، بس انا بحب احط معاها المكرونة عشان تبقى كده انا عملت وجبة كاملة، وجبة غدا كاملة. وهقلبهم بقى مع بعض، هنزل بالصوص بتاعنا، وهقلبهم بقى مع بعض كويس قوي لغاية لما الخليط كله يمتزج وياخد من طعم بعض. عايزة تزودي الصوص بتاع الدريسنج بتاع السلطة، طبعا ده يرجعلك لو انت عايزاها تكون جوسي اكتر. انا بحب احط السلطة الاول في التلاجة ساعة قبل ما اقدمها، قبل وقت التقديم، او تسيبيها ترتاح ساعة في التلاجة. بتبقى طعمها احلى، وبتاخد من المكونات كلها، بتاخد من طعم بعض وطعم الدريسنج اللي احنا عملناه. هنا بقى هقدمها، هنا نزلت بالكابوتشا الاول، باقي الكابوتشا اللي عندي، وهنزل بجزء من السلطة. الكمية دي عملت لي بالظبط طبقين كويسين كبار يعني. وكمان في الاخر بديها رشة من بقية الشبت اللي انا برضو مستخدماه. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. وصفة سهلة وسريعة، وكمان خفيفة جدا في الصيف وفي الحر، مش هتقفي كتير في المطبخ. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.